من الغباء انك انت تعمل يعني نفس الكوارث هي وتستنى نتيجة مختلفة. الحكم ده حكم لك مباراة ايجاد نوار في دور المجموعات، وكانت النتيجة طرد ظالم زي ضربة الجزاء النهاردة الظالمة اللي من وحي خياله هو، من وحي خياله فوق. يعني انا مش عارف بجد، مش عارف هيفضل التحكيم الافريقي لحد امتى بالوساخة والقذارة دي. تحكيم زي الزفت، تحكيم موجه. الموضوع ابتدى من بعد مباراة الجيش الملكي والقرارات اللي طلعت بان انت الجمهور بتاعك مش هيحضر في مباراة العودة، مع ان انت اصلا يعني جماهيرك ما عملتش حاجة زي كده قبل كده. والنهاردة انت بتخسر مباراة الذهاب، بتخسرها بفعل فاعل، بتخسرها بالتحكيم، بتخسرها بالتحكيم القذر. ليه؟ عشان سيادتك ساكت. ليه؟ عشان سيادتك ما بتتكلمش. ليه؟ عشان سيادتك طول الوقت قافل بقك. ليه؟ عشان سيادتك انت عايش في المدينة الفاضلة، عشان الدنيا كلها بتتكلم عن التحكيم والدنيا كلها بتبجح للتحكيم، وانت ولا انت هنا ولا انت كأنك موجود. حكم فاجر، اقل ما يقال عليه حكم فاجر. حكم النهارده بيظلمك النهارده ببشاعة، بيظلمك ببشاعة. حكم مصمم على قراره ضربة جزاء. ازاي؟ ازاي دي تكون ضربة جزاء؟ من اي اتجاه دي تكون ضربة جزاء؟ ولكن علشان خاطر الكورة على النادي الاهلي فهي هتبقى ضربة جزاء. كل مرة انت بتسكت، وكل مرة بتاخد على دماغك، وكل مرة الحكام بيظلموك سواء جوه ولا بره. جوه وبره انت بتتظلم وساكت، ما بتفتحش بقك، ما بتشوفش حد يتكلم، ما بتشوفش حد يعترض، ودي هتكون النتيجة. واوعى تفتكر ان المباراة اللي جاية هيجيبوا لك حكم احسن ولا يجيبوا لك حكم افضل. لا، هيجيبوا لك حكم اوسخ واقذر. الحكم بتوصل بالقذاره بعد الصفاره بتاعته انه ماسك الطرد، ماسك الكارت الاحمر وحطه ورا ظهره. اي حد هيجي يعترض اتفضل. ليه؟ عشان خاطر المباراه الجايه يبقى انت مطرود من عندك لاعب واثنين وثلاثه. وهو ده التحكيم في افريقيا. طول ما انت ساكت وطول ما انت بتتكلمش هتفضل تتظلم، وهتفضل تتضايق، وهتفضل يتداس عليك بره وجوه. طول ما انت ساكت، طول ما انت مش بيطلع لك صوت وبتفضل تتظلم وانت ساكت، برضه هيفضل يتداس عليك. النهارده انت كنت كويس الى حد ما، مش هنقول كويس قوي يعني، ولكن الى حد ما انت كويس. قدام خصم انت كنت تقدر تكسب هناك. يا اخي بلاش تكسب، انت على الاقل خالص كنت هتطلع بالتعادل. ولكن ازاي اسيبك؟ ازاي انك انت تطلع بالتعادل؟ ما انا لازم احسب عليك اي حاجه من وحي الخيال. انذارات بطريقه غريبه، انذارات بطريقه غريبه. اي لاعب يهمس او يلمس او يتكلم او يتنفس في الاهلي انذار. انت خدت كميه انذارات النهارده رهيبه، لدرجه ان اكتر من لاعب النهارده كان معرض انه يطرد. وفي النهايه انت هتفضل ساكت، ولا هيكون لك اي رد فعل، ولا اي رد فعل. ثم ايه بقى يا عم تروب؟ ثم ايه انت ليه ما بدلتش من على الاقل خالص الدقيقه 60؟ ليه ما بدلتش؟ ليه مثبت انت شايف لاعب واخد انذار وعمال يعمل في كوارث اللي هو محمد هاني، وسايبه في ارض الملعب؟ ليه ما غيرتوش ليه؟ عشان تبقى النتيجه ان يتحسب علينا ضربه جزاء من وحي الخيال ونخسر بيها، علشان تبقى انت معرض ومهدد انك انت تطلع من دور الثمانيه، عشان خاطر انت مدرب جبان واداره الاهلي اداره جبانه. الاداره اللي تفضل ساكته على كل الظلم ده بره وجوه تبقى اداره جبانه، وتبقى اداره ما تستحقش ان هي تفضل قاعده على كراسيها. اداره جبانه وتحكيم قذر وحاجه قرف في قرف. والنتيجه ان انت قاعد طول المباراه محروق دمك من حكم قذر ظلمك في دور المجموعات، وجايبينه النهارده عشان خاطر يخلص عليك، عشان ينهي عليك خالص. فخليكوا ساكتين، ولما نشوف اخرة سكاتكوا ده يعني هيودينا لفين. حاجة تقرف بجد، والله حاجة تقرف. الواحد خلاص فاض بيه. الواحد هيبطل يشجع كورة عشان خاطر التحكيم الافريقي، وعشان خاطر الادارة الجبانة اللي ما بتتكلمش، اللي مش هيقدر يجيب حق الاهلي. يا ريت مع السلامة، يا ريت تتكل على الله، يا ريت ما نشوفش وشه. لكن ان انا اكون بالجبن ده انا مش عارف. ما بنعترضش، نتظلم في دور المجموعات ونتظلم دلوقتي. نفضل لحد امتى؟ الوضع ما بيتغيرش، مفيش جديد. سلام.